أخبار ميركاتو اليوم عامرة بالمفاجآت. روما، لانتر، شالكة وحتى كبار أوروبا. كاين اللي قريب يبدل الفريق وكاين اللي حسم القرار ديالو. يلا وبينا نشوفو آخر مستجدات. أول خبر، مهاجم أوكراني أرتيم دوفبيك داخل ضمن اهتمامات بولونيا، والمدرب دومينيكو تيديسكو تواصل مع اللاعب شخصيا، وبولونيا باغا على سبيل الإعارة. روما ما عندهاش مشكل تفتح الباب، ولكن القرار الأخير باقي في إيد دوفبيك. والخبر الثاني هو النجم المخضرم إيدن تزيكو قرر يكمل المغامرة مع شالكا رغم العروض اللي وصلاتهم من إيطاليا وأمريكا وحتى من الأندية الألمانية. وافق يجدد العقد ديالو حتى للصيف ديال 2027، وفضل يبقى مع الفريق بعد صعود البوندسليغا. نمشيو للانتر. نيرات زوري مازال كيدفع بقوة باش يحسم صفقة كريستيان روميرو. المفاوضات متقدمة وكل شيء كيشير أن الصفقة قريبة، إلا إذا دخل شي نادي آخر بعرض أكبر في آخر لحظة. ومن جهة أخرى مستقبل أليساندرو باستوني مازال كيطرح علامة استفهام. كاينة أخبار كتقول باللي إذا جا عرض كبير الوضع يقدر يتبدل. آخر خبر هو المدافع الإنجليزي جون ستونز رجع يدخل الرادار مجموعة من الأندية كبيرة بحال أرسنال، تشيلسي، لانتر، يوفنتوس كيتابعوا الوضع ديالو، خصوصا بعد ما نقص الحضور ديالو مع مانشستر سيتي واللاعب باغي يرجع يلعب بشكل منتظم. هذه كانت اخبار ديال اليوم، ودابا الدور عليكم. شكون هي الصفقه اللي كتشوفوها غادي تكون اقوى؟ كتبوها لي في لي كومونتير، وما تنساوش ديروا لايك وفولو باش يوصلكم ديما جديد. تهلاو.